بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله أني سعيد جدا بهذا اللقاء الطيب بعد سنتين أو أكثر من الغياب بسبب كورونا، والسعادة أن أرى زملائي الأكاديميين ورؤساء الجامعات، جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية وجامعة ماردين أرتوكلو، وزميلي وأخي محي الدين أتمان، والإخوة والأخوات والطلبة الذين أحبهم وأودهم لأنهم يحبون المسجد الأقصى، فأنا أحبهم بهذا الحب. وطلب مني أن أعطي محاضرة، ولكن هذا الجو جو الاحتفال ليس جو محاضرة، ولهذا اسمحوا لي أن ألخص المحاضرة بما أسميه زبدة الزبدة حول أهمية العلم والمعرفة في التحرير القادم للمسجد الأقصى المبارك. كثير من الناس يظن على أن العلم والمعرفة هل ستحرر المسجد الأقصى، ويقلل من قيمة العلم والمعرفة تجاه التحرير. معقول العلم والمعرفة ستحرر المسجد الأقصى؟ معقول ونصف معقول كذلك. ما هو أول آية نزلت في القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قالت له جاهد؟ هل قالت له حارب؟ هل قالت له قاوم أهل قريش؟ لا، قال له رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فشملت هذه الآية على جميع وسائل العلم والمعرفة، من القراءة والتفكر والقلم والعلم بمجمله العام. ثم دعونا ننظر، هذه الأرض جميع القوى الدولية تسعى للسيطرة عليها منذ بداية الخليقة إلى نهاية الخليقة، وكل قوى الأرض القوى العظمى تسعى للسيطرة على هذه البقعة المباركة المقدسة لموقعها الجيوبوليتيكي المميز على مستوى العالم. كيف تم التخطيط لإنهاء هذه الاحتلالات السابقة؟ مثلا ليلة الإسراء والمعراج، عندما أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى، كان المسجد الأقصى محتلا. كيف تم التخطيط لتحرير المسجد الأقصى؟ أيضا القوى الغربية الصليبية جاءت واحتلت المسجد الأقصى. كيف استطاع صلاح الدين أن يحرر المسجد الأقصى؟ إذن كيف تم التحرير، سواء التحرير زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو زمن الحروب الصليبية؟ كيف تم التحرير؟ وضعت خطة استراتيجية لهذا التحرير حتى تم في نهاية المطاف قطف الثمرة. قبل حوالي 28 سنة جلست سنتين أبحث كيف تم التحرير زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وزمن الحروب الصليبية، وأدرس في الخطة الاستراتيجية النبوية التي وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه وقطف ثمرتها عمر بن الخطاب، والخطة الاستراتيجية التي بدأها العلماء ثم عماد الدين ثم نور الدين ثم قطف ثمرتها صلاح الدين. جلست سنتين وأنا أدرس هذه الخطة، وصلت إلى النتيجة الآتية: كل احتلال إلى زوال. أرجوكم أن تفهموا هذه الخلاصة، هذه خلاصة طويلة علمية، الحديث فيها طويل. كل احتلال مهما قوي هذا الاحتلال فهو إلى زوال، ولكن زوال الاحتلال بحاجة إلى خطة استراتيجية
تضعها الأمة من أجل هذا التحرير وهذا الزوال لهذا المحتل. لأن ما هو التحرير؟ التحرير هو جني ثمرة الإعداد على جميع المستويات، وفي مقدمتها الإعداد العلمي والمعرفي. إذن هذا الاحتلال الصهيوني الذي مهد له الاحتلال البريطاني في عام 1917، ثم سلم هذه الأرض المباركة المقدسة، البريطانيين المستعمرين سلموا هذه الأرض إلى الصهاينة في عام 48. هذا الاحتلال صحيح طويل، زاد عن 100 عام منذ الاحتلال البريطاني، ولكن أبشركم علميا ومعرفيا أن هذا الاحتلال إلى زوال. ولكن حتى يزال هذا الاحتلال لابد أن يزال بأيدينا، بأيدي الأمة. أنا لا أقول هنا بأيدي الفلسطينيين أو بأيدي العرب، لأن هذه القضية، واسمعوها مني للمرة المليون، هذه القضية ليست قضية للفلسطينيين لوحدهم، وليست قضية للعرب لوحدهم، بل هي قضية لكل مسلم على وجه هذه الأرض. إذن أنا وأنت وأنت كلنا يستطيع أن يساهم في الإعداد لعملية التحرير، كل في مكانه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في ضمن وسعك تستطيع أن تساهم في عملية التحرير. رسالتي الثانية في هذه، أنا لا أسميها محاضرة، نحاول أن أعطي زبدة الزبدة. عندما درسنا خطة التحرير من الاحتلال البيزنطي ومن الاحتلال الصليبي، وجدنا أن الخطتين تقوم على 3 أعمدة، 3 أساسات: الإعداد المعرفي والعلمي، الإعداد السياسي، والإعداد العسكري. ولكن الأساس حتى للإعداد السياسي والإعداد العسكري هو الإعداد المعرفي. أنا أسألكم، كيف لنا أن نحرر شيئا نحن لا نعرفه؟ كيف نضع جهدنا ونحن لا نعرف قيمة المكان الذي نسعى من أجل تحريره؟ وهذا لا يعطينا إياه إلا العلم والمعرفة. ما ممكن أن تعرف شيء أو تتعلم عن شيء إلا من خلال العلم والمعرفة. المعرفة هي القاعدة للمثلث التحرير، يعني لو وضعنا مثلث التحرير، القاعدة الأساسية التي يقوم عليها العمل العسكري والعمل السياسي هي الإعداد المعرفي. تفصيل بسيط جدا يعني على الهامش حتى أوضح هذه النقطة. في خطة الرسول صلى الله عليه وسلم لتحرير المسجد الأقصى، عندما بدأ بالإعداد المعرفي، هذا الإعداد المعرفي استمر طوال الفترة المكية وإلى السنة 5 أو 6 من الهجرة النبوية، ثم بدأ العمل السياسي. السؤال: عندما بدأ العمل السياسي هل توقف العمل المعرفي؟ لا. عندما بدأ العمل العسكري هل توقف العمل المعرفي؟ لا. العمل السياسي والعمل العسكري جاء في السنة 5 أو 6 للهجرة، ولكن الإعداد المعرفي بدأ منذ بداية البعثة إلى وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، والإعداد المعرفي مستمر في مكة وفي المدينة المنورة. لكن بعد 104 سنوات منذ الاحتلال البريطاني ثم الاحتلال الصهيوني، هل اهتمت الأمة بالعلم والمعرفة الخاصة بالقدس وبيت المقدس وفلسطين؟ الجواب مع الأسف مؤخرا بدأنا ننتبه إلى الجانب العلمي والمعرفي. إذن هذا ما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام. لننظر ما حدث في الحروب الصليبية. أنا مجرد أعطي ومضات وزبدة للحديث. أتوقف عند ومضة أخرى مع صلاح الدين. صلاح الدين عندما دخل فاتحا إلى المسجد الأقصى، الجيش والضباط وقادة الجيش كلهم فرحين، بعد 88 سنة يدخل محررين للمسجد الأقصى المبارك، فرحة عظيمة. تخيلوا أنفسكم معي، ندخل والمسجد الأقصى قد تحرر من الاحتلال الصهيوني. كيف تكون فرحة الجيوش؟ فرحة عظيمة جدا. في هذا الموقف انظروا ماذا قال صلاح الدين لقادة الجيوش وللجيش. أنا لو كنت جندي مع صلاح الدين سأشعر بالنشوة العظيمة أني جندي واستطعت أن أحرر المسجد الأقصى. صلاح الدين يخاطب
العساكر، يخاطب الجنود، يخاطب الضباط، يقول لهم، وأقتبس العبارة بعد أن تحققت من وجودها في المصادر التي كتبت زمن الحروب الصليبية. ماذا يقول صلاح الدين لجنوده؟ اقتباس، يقول: لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي الفاضل. من القاضي الفاضل؟ عبد الرحيم البيساني، الرجل الثاني، هذا العالم الرجل الثاني في دولة صلاح الدين الأيوبي. إذن كان هنالك صلاح الدين يقول لجنوده: مش بسيوفكم، مش بمدافعكم، إنما بقلم هذا الرجل، بعلم هذا الرجل، بمعرفة هذا الرجل، إنما حررنا المسجد الأقصى المبارك. إذن كان هنالك تحالف بين السلطة السياسية والعسكرية ممثلة في القائد الناصر صلاح الدين، القائد السياسي والعسكري، وممثلة بالعلم والمعرفة بالقاضي الفاضل. كان تحالف بينهما، كان تحالف قوي جدا. لا يفعل شيء صلاح الدين بدون استشارة ومشورة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني. ماذا نتعلم من هذا في زماننا؟ أن لابد أن يحدث تحالف بين العلماء المتخصصين في دراسات بيت المقدس وفي القدس وفلسطين، يحدث تحالف مع السلطة، ونقصد هنا بالسلطة السياسية في بلداننا المسلمة. ولهذا عندما نجد جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية وجامعة ماردين أرتوكلو يفتحوا برامج للدراسات العليا، فهذا حول موضوع القدس وبيت المقدس، فهذا يبشر أن النصر والتحرير قريب. من المهم جدا أن نخرج من أهلنا الأتراك متخصصين في هذا المجال، لأن هؤلاء الذين يتخرجون بالماجستير ثم بعد فترة في الدكتوراه، ومن أيضا هذا البرنامج الطيب، برنامج خطوة نحو بيت المقدس، هؤلاء ذخيرة لتركيا لتساهم تركيا بهم في التحرير القادم بإذن الله تبارك وتعالى. واسمحوا لي هنا أن أكون صريحا، أنا طفت العالم تقريبا. الأمل، أمل الأمة معقود على تركيا أن تلعب دورا محوريا في التحرير القادم، ولكن حتى تستطيع أن تلعب تركيا هذا الدور لابد أن تكون تركيا دولة قوية، لأن تركيا إذا كانت ضعيفة لن تستطيع أن تحرر المسجد الأقصى ولن تستطيع أن تساهم في عملية التحرير. ولكن لو كانت تركيا قوية اقتصاديا وسياسيا وعلميا ومعرفيا تستطيع أن تساهم بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا مع الأسف يحاربون تركيا، ليس فقط الدول الغربية، أمريكا والدول الأوروبية تحارب تركيا، ولكن مع الأسف الشديد كثير من الدول العربية تحارب تركيا. بعد أن فشل قبل 4 سنوات الانقلاب، الآن يحاول أن يركعوا تركيا اقتصاديا، وهذه تسمى حرب في علم العلاقات الدولية، هذه تعتبر حرب ضد تركيا من الناحية الاقتصادية. إذن أنتم بإمكانكم أن تساهموا في أن تصبح تركيا دولة قوية. مرة أخرى، كل في مجاله. أنا أستاذ في الجامعة، أخلص عملي في الجامعة. الأستاذ في مدرسته يخلص في عمله ليربي هذا الجيل. الصحفي في عمله يخلص في عمله، ولا تشتريه قوى أجنبية ليكون يعمل ضد تركيا. إذن هذه الدورات وهذه العلوم التي تدرس في الماجستير، سواء في جامعة أنقرة العلوم الاجتماعية أسبو أو في جامعة ماردين أرتوكلو، إنما لتعد الأمة لنخرج نخب تركيا تساهم في اتخاذ القرار السياسي مع السلطة السياسية هنا في تركيا. إذن عندما تستلموا شهادتكم من رئيس الجامعة، رؤساء الجامعات، إنما تستلموا أمانة، لا تستلموا شهادة، إنما تستلموا أمانة،
فكونوا على مستوى الأمانة في نشر العلم الذي تعلمتموه في محيطكم. فالعلم ليس من أجل العلم، والمعرفة ليس من أجل المعرفة. العلم من أجل أن يؤدي إلى العمل. ولهذا علماءنا ماذا قالوا؟ قالوا العلم إمام العمل، والمعرفة ليس أن تعرف، وإنما المعرفة أن تدرك مكانة المسجد الأقصى، تدرك أهمية المسجد الأقصى، تدرس دور المسجد الأقصى في الحضارة الإسلامية سواء الماضية أو في المستقبلية. رسالتي الأخيرة أنه مع الأسف الشديد العقل المسلم، ولا أقول العقل العربي أو العقل الفلسطيني، العقل المسلم قوى الاحتلال الغربي ولا سيما البريطاني احتل العقل المسلم وجعله يفكر بطريقة غربية لمصلحة الغرب وليس لمصلحة المسجد الأقصى المبارك. ولهذا قبل أن نحرر الأرض لابد أن نحرر العقل المسلم محتل تجاه القضية المسجد الأقصى. قبل أن نحرر الأرض لابد أن نحرر العقل، لأنه إذا تحرر العقل يستطيع أن يخطط وينفذ ويحرر الأرض بعد ذلك. لكني أعتز أولا وأخيرا حتى الممات على أني مسلم أنتمي لهذا الإسلام العظيم ولهذه الأمة العظيمة. وأختم بمقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاتح لبيت المقدس عندما جاء مع خادمه ليستلموا مفاتيح المدينة المقدسة. استقبله أبو عبيدة وأراد أن يلبس بدلة جميلة وقرافة ومرتبة يعني في زماننا هذا، ولبسها عمر فأصيب بالكبر، فقال له عبارة تكتب بماء الذهب. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ضربه في صدره أبو عمر وقال له ثكلتك أمك يا أبا عبيدة، لقد كنتم العرب أقل الناس وأحقر الناس وأذل الناس. كلمات لو لم يقلها عمر لقالوا هذا عنصري، لقالوا عنه عنصري، ولكن خرجت من أمير المؤمنين. لقد كنتم أقل الناس وأحقر الناس وأذل الناس فأعزكم الله بالإسلام. العرب كانوا لا يساوون شيء قبل الإسلام، لا يساوون شيء، كانوا تابعين مرة للروم ومرة للفرس، زي الآن العرب حسبي الله ونعم الوكيل. فأعزكم الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة بغير ما أعزكم الله أذلكم الله. أهلنا في تركيا في رقبتكم أمانة لأنكم من أهل الإسلام، أمانة لأن لكم تراث في بيت المقدس عمره 400 عام، وهي أمانة لأنكم ترون الظلم الذي يقع على أهلكم من هؤلاء الصهاينة وعلى مسرى محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تحملون 3 أمانات، لا يوجد شعب مسلم على وجه الأرض يحمل هذه الأمانات ال3، وأنتم أهل لهذه الأمانة. سبقكم الفاتح محمد الفاتح، وسبقكم السلطان سليم، وسبقكم أيضا السلطان عبد الحميد رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين. وحاليا تركيا كدولة، كحكومة، كرئاسة، كجامعات، كمؤسسات مجتمع مدني تفوق في أعمالها كل الدول العربية مجتمعة. هذه أمانة في رقابكم، حافظوا عليها، اعملوا من أجلها. من يعمل لقضية المسجد الأقصى يعمل للدنيا والآخرة. ولهذا أتمنى أن أرى ليس جامعتين في تركيا، أتمنى أن أرى العديد من الجامعات تفتح برامج للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في دراسات بيت المقدس. من البلدان التي زرتها
في العالم الإسلامي وأزورها حاليا، الشعب التركي معلق قلبه بالمسجد الأقصى. والله أني أحسدكم أنكم تستطيعوا زيارة المسجد الأقصى. منذ أن أبعدني الاحتلال الصهيوني قبل 29 عاما وأنا أحن للصلاة في المسجد الأقصى، لأنه لا يعرف قيمة المسجد الأقصى إلا من صلى في المسجد الأقصى. رسالتي إليكم إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، زملائي، أحبابي، المسجد الأقصى أمانة في رقابكم. السياسي مطلوب منه، والأكاديمي مطلوب منه، والإعلامي مطلوب منه، كل في مكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تخيلوا معي يوم أن ندخل فاتحين إلى المسجد الأقصى. تخيلوا للحظة واحدة، وأنا أتخيلها كل ليلة، أتخيل أني داخل فاتح مصليا صلاة الفتح في المسجد الأقصى المبارك. سألني أحد الإخوة قال: السنة الماضية أنت تقاعدت من العمل الأكاديمي بعد 35 سنة من العمل الجامعي، ارتاح، اجلس في بيتك، روح شم الهواء، روح شم الهواء، قضي بقية عمرك هكذا. قلت كيف أهنأ بالعيش والمسجد الأقصى محتل؟ أنا أعتبر أن تقاعدي فتح لي حياة جديدة لخدمة المسجد الأقصى المبارك. ألم يقل رب العالمين: فإذا فرغت فانصب؟ إذا انتهيت من عمل تنتقل إلى عمل آخر. المسجد الأقصى يستحق منا أن نضحي بكل شيء من أجل تحريره. والله الذي لا إله إلا هو أني أشعر بالعار أن المسجد الأقصى محتل والأمة لا تفعل شيئا. كنت أقول أحفادي سيدخل المسجد الأقصى فاتحين. أنا عندي يقين أنه إذا أطال الله في عمري سأدخل مع الفاتحين إلى المسجد الأقصى المبارك. وكما اجتمعنا هنا في أنقرة، بإذن الله نجتمع في المسجد الأقصى، وأذكركم بهذا الكلام. إذن لنضاعف عملنا، لنضاعف جهدنا، كل في مكانه وكل في موقعه. ومن يستلم الشهادة، هذه الشهادة ليست للبروزة في البيت، هذه الشهادة من أجل العمل ومن أجل نشر العلم والمعرفة. كلمة أخيرة: الأمة تنظر إلى قيادة تركيا في موضوع المسجد الأقصى. هذا لا أقوله من فراغ، ولكن من زياراتي في العالم الإسلامي الأمة قاطبة تنظر إلى تركيا لتقود تركيا مسيرة التحرير للمسجد الأقصى المبارك. أطلت عليكم، أعتذر على الإطالة، أسأل الله تبارك وتعالى أن نجتمع في المسجد الأقصى المحرر قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.